صباح ديال 9 نوفمبر من سنة 2005. الهدوء اللي كاين في المدينة ديال روبنسون في الميريكان غادي يتهرس بواحد التليفون للبوليس. هاد التليفون من طرف واحد الزوجة كتقول للبوليس باللي الباب ديال الجردة ديال دارها محلول، والزوج ديالها مجبد في الناموسية والدماوات كتقطر منه. شنو وقع بالضبط وكيفاش راجل هاد السيدة تضرب في راسو؟ واش ضربت شفارة ولا حسابات ديال العصابات؟ حط حدايا اتاي واجي تسمع هاد القصة المشوقة، وما تنساش لايك والاشتراك في القناة. قبل هاد الصباح ديال 9 نوفمبر كانت الحياة مزيانة وكل شيء على خير. دارلين واحد السيدة محبوبة وطموحة وقرات التمريض، يعني فرملية. وكيت هو راجلها، كان واحد الراجل هادئ وكيبغي الخدمة ديالو، واختار الزواج من دارلين وتكوين عائلة على حياته المهنية. يعني فضل الزواج والاستقرار على الحياة ديالو المهنية. كانوا عندهم 3 الوليدات وبناو واحد الدويرة حدا دار العائلة ديال كيت، اللي هو الحلم ديال أي راجل يكون قريب من العائلة ديالو نورمال. دازت الأيام والشهور، كيت بدل الخدمة ديالو والصالير ديالو في الخدمة الجديدة ديالو قليل وما بقاش كافيه، وبداو المشاكل ديال الفلوس بينو وبين دارلين اللي هي المرا ديالو. على برا كيبانوا ضاحكين وناشطين، لكن المسافة العاطفية بيناتهم غادية وكتكبر. نرجعوا دابا لذاك الصباح ديال 9 نوفمبر من سنة 2005. دارلين فاش عيطت للبوليس قالت لهم باللي هي نعست مع الولاد، ومع 6 ديال الصباح فاقت، لقات الباب ديال الجردة مفتوح والخزنة ديال السلاح اللي في الدار مرونة. وكما عارفين المراكنة معروفين بالسلاحات في الدار، يعني اي ميريكاني كيكون عنده سلاح ولا جوج. ايوا، وقالت للبوليس باللي لقات راجلها كيت مجبد في الناموسية وما كيتحركش والدماوات كتقطر منه، وبالضبط من الراس ديالو. جاو البومبية لقاو عنده إصابة بواحد القرطاسة في الراس ديالو والتنفس ديالو متقطع. من بعد ما داوها للسبيطار وداروا جميع المحاولات للإنقاذ ديالو، جلس فيه يومين ومات. والدار اللي كانت جامعة دارلين مع كيت غادي تولي مسرح جريمة. هنا البوليس غادي يبداو يشكو، ما كاينش بيبان مهرسين ولا سراج مهرسين، وشي أسلحة محطوطة مور الباب بحال اللي شي واحد حطها. ومع التحليل ديال الجثة ديال راجلها بان لهم باللي التوقيت فاش جاتو قرطاسة في الراس ماشي هو نفسه توقيت اللي صونات فيه الزوجة ديالو عليهم، على البوليس يعني. واللي زاد حيرهم أكتر أنه دارلين ممرضة فرملية، يعني علاش ما سعفاتوش؟ علاش ما دارتش لراجلها الاسعافات الاوليه واختارت تعيط للبوليس هما الوالو؟ وفاش البوليس قلبوا الدار لقاو الخاوي ديال القرطاس، الخاوي ديال القرطاس اللي تضرب به كيت، وجمعوا جميع البصمات اللي في الدار، لكن لقاو غير البصمات ديال دارلين وكيت والولاد ديالهم. هنا غادي يتاكدوا باللي اللي قتل كيت ماشي شي واحد براني، شي واحد اللي عارف كيفاش يدخل وكيفاش يخرج من الدار ديال دارلين وكيت. بصح الدليل القاطع ضد دارلين ما كانش كاين، ودارلين قدرت تخرج بكفالة لأنه كانت هي المتهمة رقم 1 بالقتل ديال الزوج ديالها، إنما قدرت تخرج بكفالة. ولكن البوليس كان باقي حاط عليها العين. دازت مدة، ناضت دارلين طالبات بالتأمين لاسيونس على الوفاة ديال الراجل ديالها اللي كان واحد المبلغ كبير. وبديك البركة فاش خرجت لها ديال لاسيونس ناضت شرات واحد الفيرما، وقالت للعائلة ديال راجلها والعائلة ديالها أن الحلم ديال راجلها هو تكون عنده فيرما، وهي بغات تحقق هذا الحلم ديال راجلها وتعيش مع ولادها في هذه الفيرما. ولكن دارلين نسات أنه البوليس كانوا متبعينها وباقين شاكين فيها، وداك السيد اللي شرات منه الفيرما طلبوا منه البوليس يعطيهم الكود ديال الكاميرات ديال الفيرما. حتى لواحد النهار مول الفيرما فاش كان جاي عند دارلين باش تكمل له البركة ديال الفلوس ديال الفيرما، شافها باللي كانت كتحفر شي حفرة، سلم عليها وداز، وبالزربة
عيط للبوليس وقال لهم شنو شاف. قال لهم باللي شاف دارلين كتحفر شي حفرة. هنا البوليس غادي يرجعوا للتسجيلات ديال الكاميرا لانه عندهم الكود، وغادي يلقاو دارلين دفنات شي حاجه. ملي جاو وقلبوا في ديك الحفره لقاو باللي دفنات السلاح وشي ليقات. ومن بعد ما جاو داو دوك الليقات وداو السلاح وداروا لهم التحليلات، ولقاو باللي داك السلاح هو اللي خرجت منه القرطاسه اللي تقتل بها الراجل ديالها كيت. ودوك الليقات كانوا فيهم قطرات دم ديال الراجل ديالها. هنا الدليل كان واضح وقدموها للمحاكمة. وفي سنة 2007 تحاكمات دارلين بجريمة قتل من الدرجة الأولى وب60 سنة سجن. والحضانة ديال الأولاد ديالها خداوها الوالدين ديال كيت. إيوا اش بان ليك؟ اللي كان في الأول باين على أساس أنه عملية سرقة أو جريمة سرقة، رجع جريمة قتل امرأة للزوج ديالها طمعا في الفلوس ديال التأمين ديال الوفاة ديالو. إلى الحلقة القادمة وما تنساش الاشتراك، وشكرا.